يا صباح السعادة والسكر الزيادة، صباحكم زي اللبن الحليب. ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير دايما. تعالوا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب، واللي يصلي على الحبيب ابدا لا يخيب. نهاركم سعيد ان شاء الله، ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحة البال. عايزة دعوة حلوة كده منكم لام وابويا موتانا اجمعين يا رب العالمين. ربنا يجعل في قلوبكم جوهرة وفي لسانكم سكرة، ويحبب فيكم الرب والعبد والحصل على الارض والقريب والغريب واللي ماشي على الطريق. قولوا امين. عايزه اقول لكم وحشتوني 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 وكمان مره وحشتوني. ان شاء الله ما اتحرم منكم ابدا، ولا من سؤالكم عليا، ولا من تعليقاتكم الجميله، ولا برضه تتحرموا مني ابدا ابدا ابدا. قولوا امين. النهارده بقى يا حلوين، روتين النهارده روتين بسيط جدا وجميل، وان شاء الله تاخدي مني فكره النهارده من الفيديو. انا بصراحه النهارده يعني ما كانش ليا نفس ان انا اصور خالص، مش قادره الصراحه. يعني امبارح بالليل كان ليا علاج المفروض اخده قبل ما انام، ما خدتوش، عشان كده صاحيه متكسحه مش قادره اقف والله العظيم. فانا قلت لا مش هينفع كده، انا بقالي يومين ما صورتش وكده ايه، والمتابعين وحشوني وكمان بيسالوا عليا. فيا ام ميدو افطري كده لقمه بسيطه وخدي العلاج بتاعه الصبح وخلاص، وان شاء الله ربنا هيعينك ويقويكي. احنا بقينا ماشيين بالعلاج يا جماعه، والله اليوم اللي انا ما باخدش فيه العلاج او بنساه مش يعني مش قادره اقف بصراحه من ظهري ورجلي. فالله المستعان والحمد لله رب العالمين. والمشكله كمان ان انا بحب الشغل، اللي انا ما بحبش النوم والقعده، يعني ما بحبش الترنخه، بتضايق. يعني بحس بطعم الحياة وبحس بهدفي في الحياة بالشغل. أي حاجة بعملها ولها هدف أنا بحس بطعمها الصراحة. فأنا بدون الشغل بحس إن أنا إيه، مكتئبة وعندي ملل وعندي زهق. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يعيني ويعينكم يا رب على خدمة بيوتكم. تعالوا بقى ايه نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا اول حاجة كده كنا فتحنا بقى ايه، ستارة المطبخ عشان الشموسة الحلوة تنور حياتنا. وبعد كده كان عندي بقى طبقين في الحوض غسلتهم. وتعالوا بقى ايه، نعمل احلى فطار في الدنيا كلها، الفطار الملوكي، الفطار الصح، الفطار اللي بيسد ويمد، الفطار اللي بيدي طاقة، الفطار اللي بيخلي هرمون السعادة عندك ما شاء الله، تحسي كده بالسعادة حواليكي. كان عندي بقى شوية بلح كده رطب، قشرتهم عملتهم بحتة سمنة بلدي وسنة قرفة أو رشة قرفة بسيطة جدا، وحطيتهم كده على النار وهرسته كده حاجة بسيطة بالشوكة. يا سلام يا جدعان، والله العظيم الفطار ده كانت الله يرحمها وحماتي الله يرحمها اللي هي أم التانية كانت دايما تعملهن في الفطار. وكانت الله يرحمها بتعملهن واحنا في الابتدائي في السندوتشات. يا سلام، كان الواحد ياكل السندوتش من هنا وما شاء الله يعني كانت الطاسة بقى تتعمر ما شاء الله، ونحس كده ان احنا مبسوطين وفرحانين، وحاجة بصراحة تفتح النفس. بعد كده طبعا ايه، اكلت لقمتين اتنين، ما كترتش عن كده الصراحة، لاني بحاول بقلل في اكل اليومين دول عشان داخلين على الشتاء، وما ادراكم وما الشتاء بقى يا ولاد. عايزين بقى من دلوقتي ان احنا نسيطر على شهيتنا في الاكل على دخلة الشتاء، عشان طبعا الشتاء ده ممكن يخلينا ناكل عيالنا حتى فالحمد لله رب العالمين. فبقالي كام يوم كده ايه بقلل في الاكل كده واحده واحده لحد ايه ما المعده تتعود بقى ايه على الاكل القليل، عشان لما بتبداي تقللي في الاكل شويه عن عادتك طبعا، يعني اول 3 ايام او اول اسبوع لما بتبداي تقللي في الاكل بيكون صعبين شويه، لحد بقى ايه ما المعده بتتعود على كميه معينه انت بتعمليها او انت بتاكليها وبتحسي بالشبع على طول. فالحمد لله اهو بنحاول ان احنا ايه نقلل الاكل مع بعض شويه. وان شاء الله هنعمل فيديوهات مع بعض ان كان لنا عمر من اهل الدنيا، ازاي نقلل في الاكل، ازاي نتغلب على الجوع، ازاي نعمل كده مشروب حلو يعني يعلي الحرق عندنا في الجسم عشان نخس على طول باذن الله، وان شاء الله ان كان لنا عمر من اهل الدنيا. بعد كده بقى يا حلوين تعالوا عشان نكمل الفيديو بتاعنا. طبعا عملت بقى ليا كده كوبايه كابتشينو الحلوه اللي بتدي طاقه واللي بتديني باور. وبعد كده يا جماعه خدت العلاج بتاعي عشان اقدر اقف اعمل غدا والله ليهم، والحمد لله ربنا عني وقواني. تعالوا بقى النهارده، يعني بصي انا كنت قايمه النهارده اعمل غدا معين. كنت هعمل مثلا إيه صينيه بطاطس، وكنت هعمل فرخه كده على طريقه اهالينا وشويه رز وخلاص عشان اخلص. طبعا بعد بايه ما سلقت الفرخه وكده، ولادي طبعا كانوا طالبين مني من قبل كده اعمل لهم مكرونه بشاميل. تمام، وانا بنسى، وانا كمان ما عنديش لحمه مفرومه، لسه ما جبتش لحمه مفرومه. فانا قلت طالما ولادي طلبوها مني قبل كده كم مره وطلبوها مني برضو النهارده وانا بحضر في الغدا، قلت اعمل لهم النهارده مكرونه بشاميل طالما ايه نفسهم فيها. اتصرفي بقى يا ميدو. المهم معايا فرخه كده مقلبظه حوالي 2 كيلو،
مغسولة ونضيفة ومنقوعة وزي الفل. وبعد كده ايه، تبلتها ببصلة طبعا متقطعة او مبشورة بشوية ملح وفلفل اسود، ودعكت البصلة، وطبعا ايه دعكت بقى الفرخة بيها من جوه ومن بره. تمام. جيت اكتفها، الرجول بتاعتها صغيرة، قمت ربطها عشان ايه ما تاخدش مكان في الحلة. طبعا كنت حاطة بقى مية في الحلة على النار، فيها بقى طماطمايه او طماطمتين، بصلايه، ورق لورا، حبهان، شويه ملح، فلفل اسود. تمام. اول بقى ما الفرخه تاخد غلوتين على نار عاليه، تهدي بقى النار عليها كده عشان تستوي براحتها، ولو في اي ريمه طلعت على وش الفرخه شيليها. تمام. هي استوت على ظهرها شويه، وبعد كده قلبتها على الناحيه التانية عشان تستوي، والنار هاديه، وغطيتها. وتعالوا بقى نعمل البشاميل بتاعنا. حطيت بقى في الحلة حوالي 4 معالق سمنة كبار، لأن النهاردة هعمل كيسين مكرونة، ولكل كيس معلقتين كبار سمنة. تمام. السمنة بقى ساحت من هنا، وحطيت حوالي 8 معالق كبار دقيق. لكل كيس مكرونة يا جماعة 4 معالق دقيق. تمام. كل حاجة تمام، هنبدأ بقى في شغل تمام اهو. كلمة بتلزق في لساني. المهم، حطيت بقى الدقيق كده في قلب السمنة وحمصته على نار متوسطة، وأول ما شميت ريحة التحميصة بتاعة الدقيق حطيت حوالي 2 كيلو حليب جمسي بارد. تمام. حطيه بارد عشان ما يكلكعش معاكي. وبعد كده ايه، قلبته بالمضرب على طول عشان الدقيق ما يكلكعش، يعني قلبي فيه كل شوية عشان بس ايه ما يحصلش فيه تكتلات. بعد كده حطيت مكعب مرق، رشة ملح بسيطة جدا، رشة فلفل اسود، رشة جوزة الطيب. وطبعا مع التقليب كل شوية عشان البشاميل هيتقل معاكي شوية بشوية، وعشان كمان ما يلزقش معاكي في الحلة، والنار ما تكونش عالية قوي. طبعا ما شاء الله القوام بتاع البشاميل اللي انا عايزاه كده. بصي القوام ده مظبوط جدا. وطبعا البشاميل سيبيه كده يغلى غلوتين او يبقبق كده بقبقتين عشان ايه ان الدقيق يستوي. تمام. طفيت بقى على البشاميل، وتعالوا بقى نطلع الفرخه بتاعتنا المكلبظه الحلوه دي. ما شاء الله استوت وبقى زي الفل. وبحب ارش عليها كده رشه ملح وفلفل اسود وهي سخنه، بتبقى طعمها جميل وزي الفل، يعني تتاكل كده حتى من غير تحمير. وادي الشوربه بتاعتنا الحلوه، طبعا صفيتها من البصل والحاجات دي. الفرخه بقى دهنتها حته سمنه بلدي، ودخلتها تحت الشوايه عشان تحمر. تعالوا بقى في حلة على النار فيها معلقة سمنة كبيرة أو معلقتين كده إيه مش مليانين قوي. تمام. قطعت بقى كده بصلتين كبار تقطيع صغير على إيدي، وكمان طماطمتين، وكمان قرنين فلفل. ونحط بقى شوية ملح، زعتر، فلفل أسود، كزبرة ناشفة، جنزبيل. وحطيت كمان رشة بهارات فراخ، وكمان رشة توم باودر. وحطيت التوابل على الخضار الحلو ده. وبعد كده طبعا النار تكون هادية، وغطيت الخضار عشان يدبل. طبعا زي ما قلت لكم، ولادي كانوا طالبين مني مكرونه بشاميل لانهم بيحبوها، وطلبوها مني وانا بطبخ في المطبخ. فالجيش قال لك ايه اتصرف. فانا عملت ايه، الفرخه اللي انا طبختها وحمرتها قسمتها زي ما انت شايفه كده. وبعد كده ايه هسيب اللي وراك زي ما هي، والصدر بقى كامل هاخده كده هقسمه. وبعد كده الصدر هقطعه نساير نساير، والنساير دي هحطها مع الخضار اللي انا بدبله على النار. يبقى كده انا عملت الفراخ بتاعت البشاميل. بصي بقى، يعني لو عندك بقى حتة فرخة كده فايضة، او حتة لحمة فايضة، او اي حاجة بتتحشي بيها المكرونة اعملي بيها. يعني انا دلوقتي وانا بطبخ بقيت اقول طب انا اعمل لهم مكرونة بشاميل ازاي؟ طب انا دلوقتي ما عنديش لحمة مفرومة، وما عنديش فراخ طبعا ايه، يعني صدور لوحدها او حاجة مخلية يعني. فانا جات لي الفكره دي بصراحه وانا واقفه، قلت عشان ما ازعلش ولادي لانهم طلبوها مني كم مره، وكمان وفي نفس الوقت يعني ايه برضو فكره حلوه. عشان برضو ايه لو انت حبيتي تعملي مكرونه بشاميل وانت برضو ما عندكيش حاجه وطبخه كده فرخه، تقدري تستخدمي نص الصدر او صدر كامل على حسب اعداد افراد اسرتك. المهم طبعا ايه فصصت طبعا الصدر كامل كده، وحطيته على البصل والخضار ده كله بعد ما دبل شويه، وقلبت بقى كل الحاجات الحلوه دي كده على النار كده تقلبتين. وبعد كده ايه طفيت على الفراخ والخضار الحلو ده. بعد كده تعالوا بقى ايه عشان نعمل المكرونه. طبعا انا سلقت كيسين مكرونه اقلام في ميه وشويه ملح. انا ما بحطش زيت عشان الزيت لما بتحطيه في الميه طبعا الصوص بتاع البشاميل ما بيثبتش على المكرونه. وبعد كده صفيت المكرونه وما غسلتهاش، يعني صفيتها بس. بعد كده والمكرونه بقى لسه كده دافيه، حطيت شويه من البشاميل على المكرونه، وقلبت بقى المكرونه في البشاميل. يا سلام، حطي بقى بشاميل زي ما انت حابه. انا عن نفسي هي اسمها مكرونه بشاميل عشان البشاميل بيبقى طاغي شويه على المكرونه، او بيبقى زياده شويه.
او بيبقى كتير، لان بصراحه انا بحب البشاميل جدا جدا جدا. جبت بقى الصينيه دي ودهناها شويه زيت، وبعد كده حطيت طبقه من المكرونه، ونجيب بقى الفراخ بتاعتنا الحلوه اللي احنا عملناها. ما شاء الله والله العظيم يا جماعه، كانت طعمه بشكل ولها نفس وريحه ما اقولكوش بقى. يعني بصي، باي حاجه تقدري تعملي بيها حشوه المكرونه، سواء بقى حته لحمه فايضه عندك، سواء حته فرخه، سواء حتتين سجق، المتاح عندك اعمليه. وطبعا مع التتبيله الحلوه، البصل والطماطم والحاجات دي بتديكي كميه حلوه. شايفين بقى ما شاء الله كميه الفراخ مع البصل والخضار مدياني كميه حلوه ازاي؟ ما شاء الله كانت الصينيه مليانه ما شاء الله بألف هنا. المهم يا حلوان، طبعا ايه، حطيت الطبقه التانية من المكرونه، وبعد كده نحط بقى طبقه البشاميل. ومش هحط جبنه على الوش ولا اي حاجه خالص، انا ما عنديش جبن. احط بس الصينيه دي في الفرن على الصاجه اللي في النص، او الصاجه على اول درجه من تحت، والفرن يكون شغال من تحت. واول ما الجوانب تحمر بقوم طافيه من تحت ومشغله الشوايه، لونها كده ياخد احمر خفيف من فوق من على وشها. والله يا جماعة بص سبحان الله، والله النهاردة كنت قايمة لا ليا نفسي أصور، ولا ليا نفسي أطبخ، ولا ليا نفسي أعمل أي حاجة من تعبي اللي في ظهري. بس سبحان الله والله قلت يا رب عني وقويني، وعين كل أم، وعين كل زوجة، وعين كل ست بيت، إنها تخدم ولادها وتشوف طلبات بيتها. لأن الأم فعلا لما بتنام أو بتتعب أو بتقع كل حاجة بتقف. والله العظيم ده حقيقة فعلا، دي حقيقة. فسبحان الله، يعني ربنا عني وقواني، وخلاص طالما في إرادة عندي إن أنا عايزة أعمل حاجة يبقى خلاص. الحمد لله رب العالمين، كل بفضله وكل بعدله، واللي ربنا عايزه هو اللي هيكون. والحمد لله رب العالمين، طالما نيتنا خير ونيتنا إن إحنا نراعي ولادنا ونراعي بيتنا، يبقى الحمد لله ربنا بيعين. والله الحمد لله رب العالمين. تعالوا بقى نشوف المكرونة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا، بألف هنا على قلوبكم. مطرح ما يسري يمري، الصلاة على النبي، حاجة كده سايحة ونايحة وما شاء الله زي الفل. والحمد لله كانت طلبات المكرونة عندي طبعا الحليب ما بستغناش عنه خالص في بيتي، والمكرونة عندي بجيبها برضو بالشهر كده في التلاجة، بحطها في درج التلاجة عشان الحر. وكل حاجة كانت عندي والحمد لله. وعملت أحلى مكرونة بصدر الفراخ ما شاء الله، صينية حجم عائلة اهو ما شاء الله كبيرة، قعدنا فيها يومين ناكل فيها. بألف هنا. واللي وراك طبعا بتاعت الفراخ اهي، وحطيت بقى شوربة ومخلل وأكلنا وبألف هنا. يعني الفرخة عملت لنا صينية كبيرة بشاميل، وكمان استفدنا باللي وراك، يعني أكلنا كمان بقيت الفرخة مع المكرونة. بألف هنا على قلوبكم. طبعا النهارده يا دوبك بس عملت الفطار وعملت الغدا وعملت كده شويه حاجات بسيطه، وما عملتش اكتر من كده والله عشان كنت تعبانه. وكمان ما حبتش اطول عليكم الفيديو. اتمنى من كل قلبي يكون خفيف عليكي واستفدت منه وطلعت منه حتى ولو بفكره بسيطه جدا. اتمنى كمان لو اول مره تشوفوني، انا ام ميدو دي قناتي، اتمنى بقى تعملي اشتراك وكمان لايك وكمان مشاركه. مع الف سلامه حبايبي، هتوحشوني كتير كتير لحد الفيديو اللي جاي. بحبكم في الله، مع الف مليون سلامه، مع السلامه.